كأس العرش كتبقى واحد المسابقة اللي ميزة وعزيزة على الجمهور المصاوي، واللي ديما كان الفريق ديالنا كيدخلها بقوة كيصول ويجول، والهدف يلعب على اللقب. واخا حصلنا غير 4 ديال الألقاب من ضمن 12 نهائي لعبناه، وضعوا منا بزاف الأسباب متفاوتة، منها سوء الحظ أو حتى التحيز التحكيمي الصارخ للخصوم في شحال من مناسبة. الهدف ديالنا واضح، نشجعوا الماس وندفعوا بالفريق باش يجيب التأهل ويمشي بعيد لتحقيق اللقب. بهاد العقلية قصدنا الرباط وربي ما خيبناش. المغرب الرياضي الفاسي أكثر الفرق المغربية اللي عانات من المشاكل الإدارية والمشاكل اللي نتجات على سوء التسيير ديال النادي، ولكن كيف عوداتنا الماس انها كتمرض وما كتموتش. كيفاش بغيتي صفحة الماس تطوى وراها جمهور اللي كبير بزاف، وخا فضل النتائج السلبية اللي كيحققها النادي الى يومنا هذا، الجماهير الماساوية ابناء العاصمة العلمية فاس اللي تحت اسم الفطال تايجر مازالوا واقفين في السراء والضراء. فراكون كان يمكن لينا نجسدوا الوفاء في هيئة اشخاص غادي نلقاو الجماهير الفاسية أولى به. المغرب الرياضي الفاسي، الفريق اللي تأسس سنة 1946 في 16 من أكتوبر، الفريق اللي عنده مكانة كبيرة وسط المغرب وخا الظروف اللي عاشها النادي، إلى أنه واحد من أكبر الأندية المغربية خلف كل من الوداد الرياضي والجيش الملكي والرجاء الرياضي. من ناحية الألقاب المحلية، فريق المغرب الفاسي كتعتبر رابع الأندية المغربية الأكثر تتويجا بالبطولات. الماس وجماهيره قدروا يحققوا 4 ديال البطولات للدوري المغربي و4 كؤوس ديال كأس العرش، بالإضافة إلى لقبين قاريين منهم لقب السوبر الإفريقي ولقب الكونفدرالية الإفريقية. الماس مع الجماهير ديالو لولا سوء التسيير ديال النادي بعض المفسدين اللي حاولوا يصغروا النادي والجماهير ديالو، إلى أنه كان قادر يكون حاصل على ألقاب عديدة وكبيرة بزاف. فراه ملي قلت هكذا راه حاجة اللي طبيعية، وانا كنشوف النادي اللي وصيف ديال الدوري المغربي في 7 ديال المرات، وكان وصيف ديال كأس العرش في 8 ديال المرات. ما يمكنش لينا نهضروا على الماس وما نذكروش مدرسة ديال أبناء العاصمة العلمية فاس اللي نجبت لينا بزاف ديال اللاعبين المحليين والدوليين وحتى العالميين، ومنهم الحارس الكتامي فتاح والحارس العملاق فهامي، بالإضافة إلى اللاعب طارق السكتيوي اللي لعب في صفوف اف سي بورتو البرتغالي والمنتخب المغربي، وعبد الكريم قيسي اللي لعب في الدوري القبرصي، وأكرم الروماني اللي احترف في الدوري البلجيكي، وحراس عمالقة المغرب الوداد والرجاء، الكلام عن أحمد رضا التاقناوتي وأنس الزنيتي، بالإضافة إلى اللاعب أشرف بن شرق اللي الكل كيعرف، واللاعب العالمي حاليا يوسف النصيري اللي كيلعب في صفوف إشبيلية رفقة الحارس العالمي المغربي ياسين بون. المغرب الفاسي دائما ما كانت ولادة للأساطير كرة القدم، ومازال لحد الآن كتقدم لنا لاعبين من الطراز الرفيع وقادرين أنهم يضمنوا مكانتهم في قادم الأيام. وأيضا اللاعب حمزة برزوق اللي صنع المجد والتاريخ مع المغرب الفاسي، وكان له دور كبير في تتويج الماس بكأس الكونفدرالية سنة 2011 وكأس العرش في نفس السنة، وحقق معاهم كأس السوبر الإفريقي سنة 2012. في هاد السنتين كانت من بين السنوات المضيئة على المغرب الفاسي. فرا لا جيت نهضر لكم على الماس راه ما غاديش يقدو فيديو وثائقي ما كيتعداش 5 دقائق. وفي الختام ديال هذا الفيديو كما كنعرفوا ان فريق الماس وفريق الوداد الرياضي كتجمعهم علاقه اخويه زوينه، وهادشي شفناه حتى بين الاولتراس ديالو، لانه غادي تطرا واحد الفاجعه وغادي تقلب موازين الكره المغربيه وغادي يخرجوا بزاف ديال الاشاعات. بالضبط في موسم 1972 1973 الوداد الرياضي غادي يكون قريب يسقط للقسم الوطني الثاني، وغادي تخصو 4 ديال النقاط باش يضمن البقاء ديالو. حتى لو فاز الوداد غادي يحقق غير 3 ديال النقاط، وبالتالي غادي يطيح للقسم الوطني الثاني. المباراة غادي تكون بين الوداد الرياضي وبين المغرب الفاس. فريق الماس ما غاديش يجيو لكازا احتجاجا على الظلم التحكيمي اللي طرا لهم في الماتش اللي قبل اللي كان ضد الاتحاد سيدي قاسم، وبالتالي غادي تاخذ الوداد 4 ديال النقاط وغادي تضمن البقاء ديالها في القسم الوطني الاول. وفي الجهه اخرى المغرب الفاسي غادي تضيع عليها لقب الدوري المغربي اللي كانت فقط محتاجه الى الفوز في ذاك الماتش باش تحقق اللقب. وهنا كثر القيل والقال وخرجوا بزاف ديال الاكاذيب، ومنها مقوله علاش الكار ما جاش من فاس. سالنا غادي نكون سالينا الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا لايك للفيديو والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. قضيه الكار واللي الآن في كل سنة يتجدد هذا السؤال،
وكأن الوداد عندها مشكل، وكأن الوداد ارتكبت جرما في تاريخها. أبدا.